العقلية العملية الناجحة. أول حاجة عشان تبقى عندك مايند سيت ناجحة، الصفات اللي محتاجة تبقى عندك: الشجاعة دي أهم حاجة، أنا بقولها في كل الميتينجز. الشجاعة مهم جدا تكون عندك، شخص شجاع لدرجة إنك ما يفرقش معاك حد. اتنين، الالتزام. التمرد. التمرد مهم جدا لأنه التمرد بيخليك كرييتيف، عكس التمرد بيخليك تقليدي، بيخليك ما بتطلعش اللي المجتمع محتاجه. القيادة، لازم يبقى عندك قيادة. والإبداع. طيب، المهارات اللي انت محتاج تكون عندك: مهارة التعليم المستمر، انت اكيد كلكم هنا ادم هنا انتوا عندكم المهارة دي. رقم اتنين، مهارة التعامل مع الخزل. مهم جدا ان انت تبقى من جوه صلب لدرجة ان انت لما يحصل لك خزل انت عارف تتعامل معاه. طب ازاي هدير اتعامل مع الخزل؟ انه اعرف ان هو مش جاي يخصني انا، من كل البشر. يعني اللي خذلك هو مش قصدك، انت مش مقصود، انت الخذل بيجيلك عشان خاطر لما الخبطة في صدرك تيجي انت بتحس احساس هنا وحش. الاحساس الوحش ده انت محتاج تفهم ان هو، عارفين لما يبقى جواك صلصال، انت الصلصال ده محتاج ما تحولوش صلصال. بيبقى الصلصال لما انت تعوز، لكن هو في الاصل انت ممكن تخليه ناشف، اي حاجه بتيجي تصد في اللي قدامك. لما بتيجي حاجه تخبط فيك وتلاقيها خبطت، ده معناه ان انت لسه الحته دي محتاجه تنشف، ما تبقاش طريه. فالخزل بيجيلي عشان انا اعمل حاجه او صدد كده، اما يجيلي يعرف يرد في اللي قدامي ويرجعه له ويخليه يقف مكانه ويخليه عنده حدود. الشخص اللي بيتأذي من الخزل لسه إرادته مش قوية، ولسه اللي حواليه بيقدروا يأثروا عليه. فهو جايلي عشان خاطر أنا أتكتك إزاي أخلي اللي بيخذلني ده تصد في وشه. مهارة الأبعاد والإحاطة والوسع، زي ما أنا قلت لك من شوية، أنت محتاج لما تبقى داخل في مشروع أو داخل في مجال، أو أنت مجرد موظف في أي شركة، أنت طاقتك محاوطة المجال كله والوسع كله. طب افرض يا دي أنا ما بحبش المجال، أنا أصلا مش حابب الشركة، مش حابب الوظيفة، إزاي أبقى أنا محاوط طاقتي بكل الشركة وعايز أجيب أوت كام منها وأساعدهم على الأوت كام ده؟ لأن أنت اخترت تبقى فيها، ده رقم واحد. وانت لسه فيها، ده رقم اتنين. رقم تلاتة، انت مش بتعمل احاطة ووسع ده هدف انك تفيد الشركة بس، او مدير الشركة بس، لا. انت بتتدرب على تايتل المدير من غير ما تكون مدير. انا قلت لك بقى، اللعبة ان انت ممكن دلوقتي ما تكونش اسمك مدير، بس انت بتعمل ادارة من وانت مش في التايتل. فلما تخرج من الوظيفة دي، او لما تسيب الوظيفة دي وتفتح انت حاجة بتاعتك وبتقومها، او بتعمل حاجة انت خاصة بيك وبتبنيها، لانه معظم اللي هنا عندهم الابداع عالي، لو ما لقاش ابداع ان هو عارف يفرش ابداعه في شركته او في المكان اللي هو بيشتغل فيه، كده كده يعني هتبقى انت عايز وبتزن عليك انك تفتح حاجة تعمل فيها ابداع، ده انا بقول لك كده كده. ده لو ما بتعرفش تعملها في المكان. فانت اهو بتتدرب وبتدي نفسك فرصة تتدرب. والله الشركة مش عايزة تكبر ومش عايزة تعلى، ابدأ انا اتدربت فيكم.